السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. ربنا يعزكم ويكبر بخاطركم جبر يتعجب لي اهل السماء والارض. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يا ولاد روتين كله كده حماس ونشاط وكل حاجة حلوة، وتشجعي يا ست الكل انتوية. عارفين انتوا طالعين بقى من عيد اللحمة، طبعا كله واكل وكله مظبط نفسه، فتلاقي الناس ايه تقيله كده في حركتها. ما احنا كنا لسه منضفين للعيد، ما احنا معرفش ايه. اي حاجه عندك يا ست الكل قومي اعمليها. اكيد شيري مش انضف منك ولا احسن منك، انت ست الستات وانت ست الكل، وانت اللي تقومي تعملي كل شغل بيتك. ما تستنيش يا جماعه ان حد يجي يخبط عليكي ويعدل عليكي او يقولك ان انت عندك كذا او عندك كذا. لا، قومي انت شوفي اللي وراكي واعمليه. تمام كده. طيب رحت فين يا شيرين النهارده؟ ده طبعا يا جماعه اول سوق اتسوقه من بعد العيد. بصراحه ما اكدبش عليكم، قبل العيد ب3 ايام او 4 نزلت جبت كل حاجه. اللهم صل على النبي. ده بقى كان اول سوق اتسوقه من بعد العيد بصراحه. نزلت بقى جبت طماطم وجبت ليمون، وكان عندي فلفل في التلاجة اخضر وشطه وكده. فقلت خلاص انا كل ناقصني ايه، اجيب طماطم واجيب ليمون واجيب خيار. فبصراحه رحت النهارده بدور على خيار حلو، ما لقيتش خيار كده عاجبني، لاني كنت رايحه متاخر شويه. فقلت خلاص بكره ان شاء الله ابقى انزل اجيب خيار. ورحت بقى جبت التموين بتاعي. انا اصلا يا جماعه تمويني هنا كمواطنه مصريه الحمد لله 800 جرام زيت وكيلو سكر. تمام. ده كل التموين بتاعي. إيه طب يا شيرين انت عندك اولاد؟ يا جماعه اولادي ما نزلوش في التموين ولا باخد لهم تموين. انا وابو احمد بس، فبناخد 2 كيلو سكر وازازتين زيت اللي انتوا اوريدي شفتهم دلوقتي ايه في الفيديو. اما المكرونات والشاي والخل، اي حاجه انا بشتريها من معايا، يعني بدفع فلوسها واشتريه. فبشوف ايه اللي ناقصني. حتى الملح رحت جبت ب10 جنيه او مش عارفه ب15 جنيه ملح. تمام. وقلت بقى انا بحب حاجتي تبقى عندي كده، وبحب الملح يبقى كتير في البيت، علشان انا ساعات يا جماعه اقعد ادور على شويه ملح. ايه ده؟ طب المره الجايه ابقى اجيب ملح كتير. فقلت خلاص انا اجيب المره دي شويه ملح حلوين بتاع 6 7 اكياس كده، ايه، واحطهم في الترب. ان شاء الله يكفوني الشهر. وقمت بقى ايه جايبه ربع كيلو شاي كده، حطيت الشاي برضو فضيته. هنا يا جماعه كان كيسين فيهم خروب، فلقيتهم في التربو. فقلت لا، بدل ما هما كيسين وزحمين الدنيا اخلوهم كيس واحد. يا جماعه اخلوهم ايه كيس واحد. هتشوفوا بقى دلوقتي. طبعا انا جبت عزكم الله، جبت الجاروف كده. وقلت بقى اما ايه امسك كده الارضيه كده وايه واكنسها والم كل اللي وقع عليه، عشان زي ما انتم شايفين الارض نظيفه اهي، والمطبخ بيلمع قدامكم. انا بحب يا جماعه حاجتي دايما تبقى نظيف. ف بص يا جماعه هو بيبقى طابع. فانا من يوم ما اتجوزت كده انا احب لما احس ان انا مطبخي مضلم كده اقول بس هو عايز يتغسل. اكيد الناس يعني تقول لي مثلا شيرين او لو يعني اخت جوزي او حماتي بيطلعوا عندي هنا وكده، يا شيرين الدنيا نضيفه يا بنتي، المطبخ نضيف، انت بتغسلي ايه؟ بس يا جماعه انا بحس كده بغيامه. دي ما تفهمهاش غير ست البيت صاحبه البيت. تمام. ممكن كله يبقى شايف السيراميك نضيف، لكن انا شايفه ان في حاجه ناقصه، عايز يتغسل عشان يلمع وينضف. وريتنا ايه في الكسرونه دي يا شيرين؟ الكسرونه دي بقى يا جماعه كان ابو احمد جايب رجول وكده عشان خاطر بندق. وفي قطه فوق يا جماعه، هي والده بتيجي يعني تاكل وتطلع تاني لعيالها، فبتصعب عليها يعني لما بتيجي تسال وما تلاقيش اكل. فقلت لابو احمد اعمل حسابك بقى، جيب لهم كده وانت جاي شويه حلوين علشان ايه اعمل لهم وياكلوا كده. قال لي ماشي. المهم يا جماعه ابو احمد والله جاب كتير جدا، جاب كيسه مليانه. قمت جايه مسويه لهم شويه، وقمت بقى واقفه على الحوض منضفه شويه. وقلت اما اعملهم كده بطماطمايه وبصلايه وفص توم وشويه توابل كده من اللي انا بحبها كلها، وقرن شطه اخضر. وقمت حاطه شويه ملح، قمت كوبايه ميه مج ميه بالظبط، وغطيت الكسرونه دي وقمت حطيتها على النار. بصراحه ما خدتش اقل من نص ساعه وكانت مستويه. الرجول دي عشان انت اللي بتاكلها يا جماعه. بصراحة نور جيت مرة طلبتها مني وعملتها لها، فصعبت عليا ان هي تاكلها من الشوربة كده. فجيت قلت لا انا بعد كده هعملها لها بطريقة حلوة. فعملتها بالطريقة دي طلعت حلوة كده وجميلة، وتحسي مهما تاكلي كده عايز تاكلي تاني، لانها حرقيتها حلوة كده حراقة وجميلة كده. فعجبتني. فقلت خلاص كل مرة مش هعمل الرجولة الا كده، ايه، لنور او ليا. فبصراحة نور اللي حببتني فيها، يعني نور مش هنا عند ستها في كفر الشيخ، لكن انا اللي عملت الرجول ديت. وقلت يلا ما اتسلى فيها وانا قاعده. ايه، قمت عامله لي شويه كده زي ما انتم شايفين، اللهم صل على النبي. وقمت بقى انا عامله كمان في حله شويه بسله
اللي انتوا شفتوهم. والحله السمرا دي بسوي فيها حتتين لحمه من بتوع العيد. تسلم ايديك يا حاجه منى، تعيش يا رب وتجيب لنا الحلو كله. وطبعا هنا كنت بعمل شويه رز بالشعريه ناكلهم مع البسله. وهنا البراد ده ابو احمد قال لي اعملي لي كوبايه شاي، قمت قلت طيب اعمل. بص يا جماعه، شوفوا الست المصريه بتعمل ايه، تعمل طبخ وتروق وتعمل شاي وتغسل مواعين وكل ده في وقت واحد. اه والله العظيم. ده انا لسه اضحككم على لو انتوا عايشين معايا تلاقوني ايد على البوتاجاز والايد التانية ممكن بتعمل حاجه في حته تانية اصلا. والله العظيم. بس بعد اقول ايه، يعني الحمد لله ان الواحد مقتدر انه يعمل هنا او يعمل هنا او يشوف شغل بيته كده. الحمد لله، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. وعايزه اقول لكم كمان اللوحه الفنيه الجميله اللي انا حطاها على البوتاجاز دي، على الازاز بتاع البوتاجاز، مدياني كده نوع من التفاؤل والامل كده. واقفه كده حاسه ان انا، حاسه كده بارتياح نفسي، شايفه صوره حلوه كده. انا اصلا من عشاق الورد ومن عشاق صور الفاكهه، من عشاق اللون الاخضر، من عشاق الورد الابيض اللي طالع من الزرع الاخضر. مش عارفه يعني، ما تقوليش ان بتحبي الورد ايه اللي انت تحبيه، اقول لكم احب الورد الابيض اللي طالع من الزرع الاخضر. انا بعشق الابيض مع الاخضر، مش عارفه ليه، بس هو انا كده يا جماعه. طبعا انا هنا بقى كنت عملت شويه رز بشعريه تمام زي ما انتم شايفين كده، وزودته طبعا شويه ميه اهوت. وقمت جايه بقى ايه، يعني حتى العيار بتاعه بتاع الميه كويس، انا بظبط الرز يا جماعه الحمد لله يعني. وقمت بقى حاطه لكم بقى شويه الملح كده، وظبطت الحله كده ووسطنتها وخليتها في النص عشان لا تميل من هنا ولا تميل من هنا. وقمت جايبه لكم البسله كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، البسله عسل ولونها عسل. وعايزه اقول لكم كمان ان انا جبت اللحمه بقى مطلعتها كده من الشوربه عشان افحصها واشوفها اللحمه استوت ولا لا. طلعت بسم الله ما شاء الله. قلت اما اكمل كده واجيب بقيه اللحمه. بس اللحمه يا جماعه بسم الله ما شاء الله لما استوت سابت العظم كده، اللحم ساب العظم. فطبعا كنت بصوا بفصل ده عن ده، بصوا العظم اهو، اطلع كده وافصل ده من ده. واخدين بالكم شايفين اهو، هتشوفوا كمان اللحم اللي هو اللحم احطه في البسله، اللحمه اللي فيها حته عظمه اقوم جايه فاصله اللحم من العظم زي ما انتم شايفين. يا رب ديما علينا نعمه واحفظها من الزوال. تعرفوا انا بعشق اللحمه بتاعه العيد الكبير ليه؟ بحس انها طعم مميز عن اللحمه اللي بجيبها طول السنه. قسما بالله يا جماعه، مش عارفه ناس تقولي ليه يا شيرين، ما هي حتى الحاجه يا شيرين ما هي ما تفرقش لا والله يا حاجه، انا حاسه كده ان احلى لحمه اللي باكلها هي بتاعه العيد. يا رب وسع عليا وراضيني يا رب كده، وراضي الناس كلها يا رب، ودي للناس كلها. واشيل كده كيسه اللحمه كده واروح اوزع على الناس كلها يا رب. اللهم امين. يا رب ادهاني يا رب، يا رب ناولها لي يا رب. يا رب نجح كل طلبه الثانويه العامه واجبرني في ابني يا رب. يا رب ينجحه هو وكل اللي زيه، ولا يضيع لاي ام واب تعبهم في عيالهم. والله العظيم يا جماعه عايزه اقول لكم ان السنه دي كانت طويله 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 طويله. حتى انا كنت في يوم بكلم مع نفسي فمش عارفه رحت فين كده، فلقيت نفس اللي انا قلته لقيت حد تاني برضو بيقولوا برضو يعني بتقول السنه دي كانت طويله قوي يا ام احمد، السنه دي كانت طويله بجد. قلت لهم تصدقوا ان انا لسه قايله لنفس الكلام ده وانا ماشيه في الطريق. ده ايه السنه اللي كانت طويله دي، السنه دي تعبتني جدا في كل حاجة سبحان الله. يعني الحمد لله يا ربي بختمها مسك كده في الدراسة. البت نور نجحت وحبيبة لسه النتيجة بتاعتها كل شوية يقولك ايه ده لسه يا جماعة ما بانتش دلوقتي، هي في سنة تانية ثانوي بس صناعي يا جماعة قسم زخرفة، لسه ما بانتش لسه ما بانتش. فالمهم يعني ايه، ان شاء الله ربنا يطمنا عليها ويطمنا على احمد ويبقى عيال نجحوا. وعايزه اقول لكم تعب السنه كله والله العظيم لا يهون، تعب السنه كله هيهون بدم يا جماعه. اللهم صل على النبي. العيال نجحوا والدنيا تمام خلاص، واحمد ربنا يعوضني فيه ويكبرني فيه ويجيب مجموع حلو كده، يعني كر عيني فيه ويكبر بخاطري ويرضيني ويعوضني عن كل التعب اللي انا شفته في القناه دهيت وفي شغلي وفي مرضي وكل حاجه. والله العظيم يا جماعه كنت في عز عمليتي ومش قادره اقوم ولا قادره اخد نفسي، وكنت انا اللي اصحيه للدروس بتاعته اقول له اصحى عندك الساعه كذا. كنت داخله العمليات وبوصي اختي رن عليه وقولي له الدرس الساعه كذا والساعه كذا. ماما تقول لي انت في ايه ولا في ايه، اقول لها معلش يا ماما محدش حس باللي انا حسيت بالسنه دي. فربنا يعوضني فيه خير يا رب ويرضيني فيه هو كل اللي زي ويرضيكم كلكم في عيالكم ويجبركم في عيالكم ولا تشوفوش حاجه وحشه ابدا يا رب. طبعا انا هنا برضو من ضمن الحاجات كان ابو احمد جاب لي كرتونه البيض دي، وطبعا احنا بنحبها تبقى عندنا كده، لو عيل جاي يسلق له بيضتين ولا حاجه نقلب بيضتين كده ونقعد ناكل. يا جماعه الحاجه في البيت احلى من الفلوس، الحاجه في البيت احلى من الفلوس بجد. شايفين يا جماعه كل حاجه اعملها لمعها كده وارجعها مكان اغسل الطبق، بص كل حاجه تعملها تبص تلاقي نفسك كل حاجه تمام. يلا
فلو كان الفيديو تمام وعجبكم حطوا لايك، ما تنسوش تشتركوا في القناه، ودعوه حلوه لاختكم في الله، ودمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.